كأس العالم 2022 هو آخر كأس العالم غادي تنظم ب 32 فرقة. ابتداء من 2026 غادي يولي 48 فرقة. هادشي علاش ولاو 3 الدول كينظموا كأس العالم. و 2026 غادي تنظم في كندا وامريكا ومكسيك. و 2030 غادي تنظم في المغرب واسبانيا والبرتغال كيف ما كيعرف الجميع. بعد ما انسحبت اوكرانيا بسبب المشاكل اللي عندها، قدر المغرب ياخذ بلاصتها، لان اسبانيا عرفت مزيان باللي المغرب مهم في الملف ديالهم. والمغرب ما كانش اول مره كيترشح كأس العالم، بل ترشح 5 المرات ولكن ما جابش الله. للاشاره 2010 كان ربح المغرب، ولكن بسبب فساد الفيفا هذيك الوقت اختار جنوب افريقيا، رغم ان المغرب تفوق عليهم في الاصوات. انا مازال ما دخلناش المفيد بالنسبه للمغاربه، هذه مجرد معلومات فقط. بلا شك ان المغاربه كيتسائلوا اشنو غيستافدوا من كأس العالم، وشنو يربحوا المواطنين من هاد كأس العالم، وشنو غيتزاد في البلاد، وشكون غادي يستافد اكثر من كأس العالم. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كل شيء. معكم صلاح بن شرقي من قناة صلاح بي سي. الا كان كيبان لك المحتوى مفيد ما تنساش تخلينا لايك واشتراك الا كنتي كتفرج من اليوتيوب. كأس العالم كل دول العالم كتطمح باش تنظمه، وماشي اي دولة من غير الدول الكبرى. هادشي باختيار الفيفا، وإلا الفيفا ما بانش لها فيك المواصفات ديال التنظيم وما سبقش ليك نظمتي بحال هاد التظاهرات، راه ما تقبلش ليك الملف ديالك. ولكن بفضل التعليمات والمجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الجامعة كرة القدم فوزي القجع، المغرب نافس الدول الكبرى وفرض بلاصتو معاهم. والدليل هو كأس العالم 2022 بوصول ربع النهائي وفي ترسلية المنتخبات الكبرى. وهادشي ما نكروش. ودابا اجي نعرفوا اشنو غنستافدوا. بزاف ديال الناس ما فاهمينش الموضوع. كأس العالم باش يتنظم في المغرب مع البرتغال واسبانيا خاصو بزاف ديال الشروط خاصو يديرها المغرب، واللي هي البنية التحتية. خاص المغرب يوجدها. اولا التيرانات بجودة عالية ومواصفات عالمية، والمغرب هنا اختار ملعب طنجة والرباط والدار البيضاء وفاس واكادير ومراكش. طبعا التيرانات ماشي في المواصفات العالمية بسبب المضمارات اللي ما فيها حتى فايدة. يعني التيرانات اللي ذكرنا دابا كاملين يكون فيهم اصلاحات ويتحيد منهم مضمارات اللي ما فيهم حتى فايدة، وغادي تزاد فيهم مقاعد. ولكن باستثناء التيران الرباط اللي غيتعاود من جديد وراه دابا بادين فيه الخدمة. وغيكون ملعب اخر كبير اللي هو ملعب الدار البيضاء كبير في بن سليمان، غيكون تحفة فنية، اكبر تيرانات في العالم، وغادي ينافس الكامب نو والبرنابيو على ما قال فوزي القجع. يكون فيه اكثر من 113 الف متفرج. بصراحة الدار البيضاء كانت خاصة من شحال تيران بحال هذا، بحكم ان فيها فرق كبار اللي هي الرجاء والوداد الرياضي. وملي المغرب باغي يبني تيران بهذه المواصفات، هادشي كيعني المغرب باغي ينافس اسبانيا في النهائي كأس العالم، لان الفينار هو اللي فيه العاقة بزاف. ولحد الان مازال ما قررتش الفيفا ان دولة لا يتلعب فيها الفينار كأس العالم، وكنتمناو يكون المغرب. نتوما قولوا لي في التعليق واش حنا نستاهلوا تلعب عندنا النهائي ولا اسبانيا، لان اسبانيا طامعه وبزاف باش يتلعب عندها في البرنابيو اولا الكامب نو، بحكم عندها احسن التيرانات في العالم. هادشي كيعني ان المغرب غادي يخرج فلوس صحيحه باش يوجد هاد الملاعب، على العكس اسبانيا والبرتغال اللي واجدين ديجا عندها تيرانات. وايضا خاص بنيه تحتيه في الفنادق بجوده عاليه وكافيه، ومستشفيات اللي اصلا صاحب جلاله طلق مشاريع من قبل في بناء مستشفيات، بحال المستشفى الجامعي ابن سينا غيكون اكبر مستشفى في افريقيا ودابا راه خدامين فيه. والمستشفى طنجة اللي الدشن ديالو تا هو من اكبر مستشفيات في افريقيا، والعديد من مستشفيات أخرى. وكذلك خاص تكون بنية تحتية في النقل بين المدن وداخل المدن، بحال الترامواي والطوبيسات بجودة عالية والتي جي في. أيضا المغرب طلق عديد من المشاريع بحال مشروع طريق تيزني الداخلة اللي قريب يتسالى فيه الاشغال، والمشروع تي جي في من الدار البيضاء الى مراكش واكادير، ومشاريع عملاقه. النفق اللي غادي يكون رابط بين المغرب واسبانيا، الحلم حسن الثاني رحمه الله. وهذا المشروع اللي بقى كيتاجل بسبب المشاكل السياسيه بين المغرب واسبانيا، ولكن بفضل كاس العالم بين البلدين تم الدراسات ديالو حاليا، بادين في الدراسات. حتى
حتى المطارات والمحطات الطرقية سواء قطار والكيران والطاكسيات، هادشي كامل خاصو يكون بجودة عالية، وهادشي ايضا راه في صالح الشعب المغربي. غادي تحلوا بزاف ديال المشاكل اهمها الصحة والشغل، لان كل ما تزاد مشاريع فاكيد غادي تزادوا فرص الشعب للشباب المغربي. هادشي كامل اللي قلنا تكون مباشرة، لان تزادوا مناصب الشغل اثناء الحدث الكروي بسبب السياحة الهائلة، بمعنى بزاف ديال الناس غادي يخدموا صحاب الحوانت والسناكات، المطاعم، ملابس والمرشدين السياحيين والسيارات والمنازل والفنادق والنقل الى اخره. اما بطريقة غير مباشرة فرا بزاف ديال المستثمرين غادي يكتشفوا المغرب وجهة مربحة بحكم اليد العاملة الموجودة وبتكلفة رخيصة، لان السميك طايح بزاف في المغرب. والمستثمرين حتى هما باش يستثمروا فلوس ديالهم راه خاص تكون بنية تحتية مناسبة باش تسهل عليهم الامور ديالهم، والضرائب منخفضة. هادشي كامل في صالح الشعب المغربي، يعني هذه اكثر حاجة غادي يستافدوا منها المغاربة. فراه اكيد كاينين ناس اخرين غادي يستافدوا اكثر وهما صحاب الكروش الكبيره بحال سي اخنوش رباعسو. تقول لي كيفاش؟ غادي نقول لك لان اخنوش وصحابه هما صحاب الشركات الكبرى بحال الفنادق والمطاعم الضخمه وصحاب المحروقات. بكثره التنقلات في المدن غادي تكون الحركه مروجه، وحتى المحروقات طبيعه الحال. انا عارف بزاف اللي ما عارفش باش الدوله غتقدر دير هاد المشاريع فراه غادي تخسر مبالغ ضخمه ممكن ما تدخلهاش، لان المغرب تقريبا بنى كل شيء من جديد، ماشي بحال اسبانيا والبرتغال اللي عندهم البنيه التحتيه واجده، تخسر غير شي شويه وصافي. هادشي كيعني باللي المغرب داكشي اللي غادي يخسر راه ما غاديش يدخلهم من المونديال. اما اسبانيا والبرتغال غادا تربح، الدليل ان قطر 2022 خسرت اكثر من 220 مليار دولار ودخلت غير 17 مليار دولار. هادشي طبيعه الحال كانت عارفه قطر، حيت عارفه ان هادشي غير استثمار في بلادها وغادي يبقى للشعب ديالها. كاس العالم هو فرصه لا مثيل لها باش الدوله دير التسويق والاشهار لبلادها، كذلك تعرف بثقافتها. المغرب في صراحة يستاهل، لأن المغرب توفر فيه عديد من المناظر، الجبال، الصحراء، الثلوج والبحار، يعني كاين ما يتشاف في البلاد. هادشي كامل بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأيضا بفضل رئيس الجامعة كرة القدم فوزي القجع. انا عارف باللي بزاف ما عارفش باش الدوله تصرف هاد المبالغ على هاد المشاريع. الدوله خاصها تسلف مليارات ديال الدولارات، هادشي غادي يسبب في زياده الاسعار والضرائب والمحروقات. هذا هو الجانب المظلم في تنظيم كاس العالم 2030، خصوصا عندنا حكومه خاصه غير علاش دير السبه. رئيس الحكومه عزيز اخنوس ما يساكنش بالزياده في الاسعار والمحروقات، كيف ما كتعرفوا انه محترف في الزياده. للاسف في زهايمر كيجي مره كيزيد في الاسعار والمحروقات، وكينسى ينقص منها رغم ان كتنقص المحروقات على المستوى الدولي. الى وصلتي حتى لهنا فاكيد راه عجبك الفيديو، ما تنساش تخلينا لايك واشتراك الا كنتي كتفرج من اليوتيوب.